السلام عليكم، مساء الخير عليكم، صحة فطوركم مشاهدينا الكرام. مع سلسلة ساعفني مع الكوتش بشير الجزائري. مرحبا بك كوتش. مرحبا بك انيس، مرحبا بكل المشاهدين الكرام، صحة فطوركم. اليوم الموضوع تاعنا العنوان تاعو اصنع محيطك بوحدك. الناس يتهضر على كلمة المحيط اللي هو بالعامية تاعنا نقولوا حنا لونطوراج، ابني لونطوراج تاعك. كوتش، كثير من الناس يشكوا من المحيط، يعني يقول لك يدخل حتى في التشاؤم، بلاد ماشي بلاد، الخدمه هذه ماش عجبتني، عيت من لونطوراج تاع الدار، الدراري، المراه. هذا راجع لواش كوتش؟ تقصد انت الناس كارهه هذا ولا قصد؟ الناس كارهين، متشائمين من المحيط تاعهم. من المحيط تاعهم. طيب، المحيط، الانسان كاين محيط من المحيط. كاين محيط اللي محتم عليك، ما عندك ما تسقم فيه، ما ترقع، وما عندك ما ترقع فيه. وكاين محيط اللي هو المحيط الخارجي ان صح التعبير، اللي انت عندك لو دروا الحق المطلق انك انت اللي تختاره. باغ اكزومبل كيما الاصدقاء، كيما العمل تاعك، كيما كذا. هذا ماهوش محتم عليك، اللي محتم عليك هو باباك وامك، صح؟ محتم عليك خاوتك، محتمين عليك ولادك، ماهوش انت اللي تختارهم. بون، دروك انا ما فهمتش انا السؤال تاعك. يعني واحد يكون في المحيط تاعو الداخلي او العائلي وكاره، ولا المحيط الخارجي وكاره؟ لا، نهضروا على المحيط الخارجي بوكو بلوس. المحيط الخارجي اغلبيه المحيط الخارجي. المحيط الخارجي هو تو سامبلومون هو انك لازم لك ساكريفيس، لازم لك تضحيات من باب انك انسان سلبي في حياتك. خويا بكل صراحه ما تساعدنيش، باسكو انا نديرك كصديق، نديرك باش نرتاح، ولا نديرك باش نغبن. والله العظيم انا جو مو دوموند، انا لما نجي عندك انايا كل يوم نتلاقى بك باغ اكزومبل، وكل يوم تشكي لي على المشاكل تاعك، صح خطره زوج ثلاثه، صح بصح ماشي كاع العام وانت تشكي لي. خويا غادي هذيك الانرجي تاعك انا نديها معايا للدار. طاقه سلبيه يعني تولي لك طاقه سلبيه، باسكو هذه الخلطه كيما نقولوا حنا تعدي، داكور. الانرجي توصل كيما انت تاثر على صحابك ثاني ياثروا عليك. فهنا علينا ان نختار يعني شكون هما اللي نمشوا معاهم، وشكون هو المحيط. عندي بروجي تاع مشروع مثلا تاع زواج، ما نروحش نفريكونتي انا الناس الفاشله في الحياه الزوجيه تاعهم، واش تدي من عندهم هادو، واش نصائح غير اللي يردوك. اكيد يقول لك الزواج ماهوش مليح. تخيل انت دروك انت راك باغي دير مشروع تاع زواج مثلا، وعندك زوج اصدقاء، زوج صحابك، واحد ناجح في الحياه الزوجيه تاعو وواحد فاشل في الحياه الزوجيه تاعو، غير مشاكل، وتعرضهم على طابله باش تشاورهم باللي عندك مشروع تاع الزواج، وتقول لهم واش رايكم، واش راح يعطيك الشخص الاول، واش راح يعطيك الشخص الثاني. هي باينه. واحد يقول لك فونس زواج مليح وكذا وهمه تبني بارك الله فيك، والشخص الثاني اكيد راح يقول لك يعني العكس تماما. إذا نروحوا للجانب تاع العائلي، ولا الجانب تاع أني تمت عليا أني نزيد أو نولد في مجتمع مش ولا بد، يعني ماهوش مليح ولا حاجة، هنا الناس عن طريق البرمجة وللأسف الشديد ولاو شغل خلاتهم هذه البرمجة دائما يتانتيغريو مع هذه العقليه هذه تاع بلي المجتمع فاسد، المجتمع ماهوش مليح، المجتمع ناقص، البلاد هذه ما عطاتناش، لو كان مشي والدي انا وكان مشي وكراني كذا وكذا وكذا، والاب تاعي هو اللي ما خلانيش، وانا كنت باغي ندير نخرج كذا وكذا، ولكن لونتوراج تاعي ولا. راح نقول لك نطرح عليك سؤال. افسد شخص في البشريه شكون هو؟ تقول لنا كوتش. افسد شخص يا سيدي، باش نسقم لك السؤال، اطغى انسان في البشر شكون هو؟ فرعون. هو افسد واحد في الارض. فرعون. هو عباره عن محيط ولا لا؟ عنده عائله وعنده لا؟ محيط اكيد. شكون مرته؟ اكيد. شكون زوجته؟ شتكون؟ من بين نساء الجنة، افضل نساء العالمين. اسكو اثر عليها فرعون؟ ما اثرش اكيد. حجتكم ضعيفه. مع انها كانت مع اكبر طاغيه. خليني نقول لك اكبر داعيه في تاريخ البشر سيدنا نوح عليه السلام. زوجته كي
خارجه كاع الطريق. خرج الطريق هي صح، مرت لوط. هي ولدها هي مرت لوط عليه السلام. اذا هنا لازم اننا نعتبروا انه المحيط ماهوش هو اللي يصنعك حبيبي، انت اللي تصنع المحيط. وهذه هضره يعني مطوله جدا والله يعني للامانه، ولكن الخلاصه تاعها المحيط ما تخليش هو اللي ياثر عليك، كونك انت المؤثر، لا تنتظر المعجزه، تحول انت الى معجزه، كونك انت المعجزه. يعني من خلال كلامك كوتش انه انسان انت تنصح بالخصوص الشباب ربما هي على الشباب الأطري يكون في محيط يعني محيط سلبي، خلينا نقولوا محيط سلبي. محيط سلبي نعم. النتيجه اللي راك تقول عليها ولا الكلام اللي راك تقول عليه نتيجته انه خف روحك وتبدل روحك وروح بدل طريق. شوف انا نبشرك بالخير ونبشر هذا الشاب ونبشر هذا الانسان هذا اللي راه عنده هذا البروبليم. ما زلت حي، ما زالت كاينه الفرصه، ما زالت كاينه الفرصه، ما دامك حي ما دام كاينه الفرصه. حتى لو تقدمت شوف انا نقول لك اسيا وفرعون، فوق فرعون كاين ما كانش، ما كانش فوق فرعون. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في اونتوراجي تاع اصنام، وكان في اونتوراجي تاع الشرك، وكان في اونتوراج تاثر ما تاثرش، هو اللي صنع المحيط هو اللي بدل المحيط. تعرف علاش كي تبدل المحيط؟ لما تبدل من نفسك انت، عليكم بانفسكم، لها بروحك انت فقط، خدم على نفسك، اشتغل على نفسك. فلما تبدا تشتغل على نفسك بالانرجي بوزيتيف، يعني بالطاقه الايجابيه وبالاهداف تاعك تحاول انك تحققهم، عوض لا تروح تلهى بالمحيط السلبي. انا نقول لك المحيط السلبي صحيح تحتمت، ما عندك ما تسقم، ولكن لما تبدا تسقم روحك انت فيولي الضرر قليل عليك بالبزاف، ينقص 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 حتى يتلاشى، كاع تسيب روحك انت وصلت. ولما توصل تضرب صدرك وتبدا تحكي في حياتك، تبدا تحكي حكايتك تفخر، تولي نموذج يعني في المجتمع. نعم. كاين حتى انه كاين بزاف نماذج يعني شباب نعرفهم انا شخصيا، انه كان عندهم مشاريع، ربما فكره مشروع كان راح يقدمها، المحيط اللي كان عنده قال يا ودي خطيك من هذا المشروع، راه فيه تنافس كبير، فيه لا كونكيرونس، ما غاديش تنجح، غادي يعرقلوا لك لكن الثقه في النفس اللي كانت فيه انه فونسا في هذاك المشروع، ستادير كما قال لك اونجاجا في المشروع تاعو، وبالفعل نجح. في بدايه الحصه قلت لك، ولا في بدايه العدد قلت لك باللي لازم دي ساكريفيس، لازم تضحيات. لما تبدا في اي مشروع، حتى السعاده عباره عن مشروع، باش نتفاهموا مليح، ماشي غير الوصول الى حاجه شيء مادي ولا حاجه، كل هذه الامور كل الاهداف هي عباره عن مشاريع. ما كاش اللي غادي يشجعك في البدايه، الناس قاعد تضحك عليك، هذه اديها اوفيسيال رسميا، الا من رحم ربي ما يشجعوكش. ولكن لما تضحي في هذاك المنتصف الاول تاع الطريق، واللي يكون فيه تعب، يكون فيه جد، يكون فيه كد، يعني ماهوش سهله، ماهوش طابيروجا باش نكونوا صراحه. لما تدخل في المنتصف الثاني تبدا في هذيك الحلاوه تاع الفرص يبداو. حتى سيدنا نوح عليه السلام لما كان يصنع في الفلك كان يفوتوا عليه كانوا يسخروا. ما هو هذو قصص، هذو احنا ما نديرهمش غير قصص باش نرقدوا بهم، هذو قصص نعتبروا منهم عبره. ففي المنتصف الزاوج تخيل انك توصل، وكثير كاين اللي وصلوا. لما وصلوا هذوك اللي كانوا يضحكوا عليهم هما يولوا يحاول، داك صاحبي، هذا كان بكري صاحبي، داك كان ولد عمي، هذاك صاحبي، هذاك هكذا، هذاك كنت نتلاقى به كذا، يولي يفتخر انه باش يجمع معاك ولا يقعد معاك ولا حاجه. داكور، بصح لازم الساكريفيس واش هو انك تخرج من التفكير القديم الى التفكير الجديد، باسكو التفكير القديم والسلبي هو اللي جاب لك المشكل. عمره ولا هذا التفكير القديم اللي جاب لك المشكله راح يجيب لك الحل يا انيس. لازم نبدلوا هذا التفكير، ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم، حتى يغير هو يقول هو يبادر، هو اللي تكون عنده الخطوه الاولى، من ثم يتوكل على الله. عليه؟ لانه عزم، خلاص دا قرار، فاذا عزمت فتوكل على الله، مش توكل على ربي غير هكذا، ما كاش منها المعجزه ما طيحش، انت اللي تصنعها. نعم. بارك الله فيك. فيك بارك الله. على العدد مشاهدينا الكرام، بارك الله فيكم مشاهدينا الكرام على متابعه هذا العدد، ونلتقي ان شاء الله عن قريب في عدد اخر بحول الله. السلام عليكم. مجمع زيرتيوب يتمنى لكم رمضان كريم. زيرتيوب أول قناة إلكترونية